بداية مخيبة للأمال بكتيبة النجوم اللي موجودة، بداية مخيبة للأمال. الهلال بيتعادل مع ناف بخور الأوزبكي في آخر لحظات المباراة 1-1. ناف بخور بيجيب هدف في الشوط الثاني، وعادل البليهي بيجيب هدف في آخر لحظات المباراة. تخيلوا كتيبة النجوم اللي موجودين في الملعب، والهلال بيتعادل في البداية وبياخد نقطة وحيدة في أول مباريات دوري أبطال آسيا في المجموعات. فريق في المتناول، فريق مش صعب، لكن فريق قدر يقسم المباراة وقدر يلعب كورة وقدر يقفل على نجوم الهلال. النهارده نيمار كان متعصب، نيمار مسك كوره كتير، نيمار كان ممكن يتعرض لحاله طرد النهارده، ولكن الفريق ككل كحاله كان فريق مش احسن حاجه. سعود عبد الحميد بيقدم واحده من اسوأ مبارياته النهارده. الفريق بصفه عامه ما اداش المستوى المطلوب، ولكن عادل البليهي كان عنده الحل، حسان تنبكتي كان عامل مباراه جيده. الفريق بصفه سلمان الفرج يعني كان الى حد ما شغال. ميشيل دايما عنده الحلول، مهما اختلف الاسامي ومهما اختلف اللاعبين الكبار اللي موجودين هتلاقي ميشيل موجود، وميشيل عنده الحل، وميشيل بيعمل اسيست هدف مباراه النهارده. متروفيتش برضه ما كانش حاضر. الفريق بصفه عامه النهارده مش ده الهلال اللي كان بادئ الفترات اللي فاتت متصدر الدوري السعودي، اللي عامل اداء ولعب هايل جدا الفترات اللي فاتت. النهارده الهلال بيخيب امال جمهوره، خصوصا ان المباراه على ملعبه ووسط جماهيره. اداء من اسوأ ما يكون النهارده للهلال في المباراه. زي ما بقول لكم كتيبه نجوم، موجود نيمار، كفايه نيمار موجود، مالكم، ولكن الهلال بيخيب امال جماهيره بشكل كبير. ولكن بتبقى حلوه الضربه لما تجيلك في البدايه. الهلال كان خسران 1-0 لحد اخر لحظات المباراه، بتبقى حلوه الضربه لما تجيلك في البدايه تفوقك وتخليك تفوق للي جاي. الهلال بياخد نقطه في البدايه، هنشوف المواجهات القادمه هترسى على ايه. احب اقول هارد لك لجمهور الهلال، لان مش دي النتيجه المتوقعه، وجمهور الهلال متضايق جدا من خير المدير الفني. مفيش تكتيك، مفيش اداء في الملعب، الامور مش افضل حال لجمهور الهلال.